شوفوا البنات، راني نهضر بالتفصيل الممل باش ما تجينيش وحده من بعد تقول لي عاود تسمنت، على خاطر اذا كان طبقتي هذا الشيء ما تعاوديش تسمعني. اذا ولفتي لنفسك هذه الطبيعه فريتيها مع الريجيم نتاعك. الاخت اشا راهي تقول: سلام، انا متتبعه للقناه الاولى وبفضل ربي سبحانه ثم القناه وصلت للوزن اللي حاباته غير من اكل البيت. هذه ثاني ركزوا عليها. نقصت الكميه مده عامين وانا في هذا الوزن، كنت 89 راني 69. البنات 89 69 يعني نقصت 20 كيلو غرام الله يبارك من اكل البيت ومحافظه على الوزن ديالها. وهذا هو محور الحديث اليوم، كيفاش نقدروا من اكل البيت نديروا الريجيم. تحدي اليوم البنات ما عندوش مده محدده، يعني ماهوش تحدي اللي تقولي لي مريومه سمانه راني كملت التحدي اعطيني تحدي واحد اخر. لا، التحدي هذا تحدي الكميات هو التحدي اللي تبقاي عايشه به لمدى الحياه، على خاطر ما فيهش حرمان وانما فيه تعديل للاوقات، تعديل للكميات، وفيه حيل وتلاعبات. انا ما نعطيلكش ريجيم تاع الف باء، ريجيم الورقه وستيلو ما ينجحش. تحديات البنات ما نقدرش نعطيهم لكم مكتوبين، اوكي؟ ماشي كما المتابعه الخاصه، في المتابعه الخاصه ندهم لهم مكتوبين. هنا رانا في قناه، اذا اول حاجه ديريها راهي الورقه قدامك، بديتك كتبي. هيا الوقت اللي هادوك راحوا يجيبوا الكراس باش يكتبوا، اللي راهو عندهم ديجا كراس روحوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، حطوا لايك، كتبوا تعليق شباب. اذا البنات اول حاجه نديروها تنوضوا الصباح ديريكتومون لشرب الماء. قولي لي ما نقدرش، جغمه، زوج جغمات، اليوم جغمه غدوه زوج جغمات، ثلاث تلقاي روحك شربتي نص كاس. كلش بالتدريج البنات، فكره التدريج. ديروا حفره داخل راسكم ولوحوها وغلقوا عليها. التدريج، الريجيم تدريج واستمراريه، عمره ما كان مثاليه. تنوضي الصباح تشربي لي الماء، بصح ما تزيديش فوق 2 كيسان. كاين اللي غير تقولي لها هكا تنوض تقرقع، نو، على بالكم باللي حتى الماء قادر يدير تسمم، وفي بعض الحالات الماء وصل الى الوفاه. ندير لكم عليها فيديو ان شاء الله، قولوا لي في التعليقات اذا مهتمين بهذا الموضوع. تشربي عندك شوفي من نص كاس الى 2 كيسان، ما تقدريش كامل شربي لي نص كاس برك، تقدري شربي 2 وحبسي. هذا الماء بارد ولا سخون مريومه كيما حبيتي. حبيتي ماء عادي بحراره الغرفه، حبيتيه شويه بارد، حبيتيه شويه سخون. اسكو نحط داخل هذاك الماء حاجه ولا ما نحطش؟ ثانيك هنا حريه شخصيه. اذا عندك مشاكل في المعده ما نقدروش جرح نحطو فوقو لو جافيل وكي يحرقنا نقولوا لو جافيل اللي ماشي مليح. لا، حنا اللي الجرح تاعنا راهو مفتوح. عندك مشاكل في المعده شربي ماء وحده. ما عندكش مشاكل في المعده، ما عندك ألسر، ماشي مجروحه، ماشي متهريه، ديري ملعقه صغيره، شتو الملعقه الصغيره في كاس نتاع الماء. وشنو هاد الملعقه؟ عندك اما قارص يعني عصير ليمون، اما اي انواع الخل العضوي، خل التفاح، خل التين الشوكي، خل التمر، اي نوع من الخل، ملعقه صغيره في كاس كبير نتاع الماء. ومن الاحسن تشربيه بلا باي بالشفاطه باش ما تضريش من الاسنان نتاعك. بعد ما شربت الماء جيعانه بزاف ناكل، ماشي جيعانه بزاف نصبر حتى نجوع. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. اوكي، واش ناكل؟ شفتي واش كنتي تاكلي البارح ولا البارح واللي قبلو؟ خذي لي نصف الكميه نتاعو. يعني انا كي نقول لك نصف الكميه انت فهمي بلي نصف الكميه من الحاجه اللي ماشي مليحه، هذه باينه. يعني مثلا موالفه تشربي فنجان قهوه، شربي فنجانك عادي، ما تشربيش نص. بصح كنتي داخل هذيك القهوه ديري 3 مغارف السكر، ديري 1.5. ما قدرتيش 1.5 جاتك مره ديري 2. رانا نقولوا اسمه تحدي الكميات. اوكي، عندك نقصتي كميه السكر الى النصف في قهوه الصباح. قهوه حليب كنتي تشربيها، شربيها حبيبتي، شربي الكاس تاعك عادي. كميه السكر اللي كنتي تحطيها نقصيها لي الى النصف. اوكي، واش كنتي تاكلي معاها؟ 3 حبات كرواسون، كلي لي حبه ونص. كنتي تاكلي 2 حبات ملفاي، كلي لي حبه. كنتي تاكلي نص خبزه بالمعجون والمرغرين، كلي النص نتاعو.
راكو فاهمين النص تاع واش؟ النص تاع الحاجه اللي ماشي مليحه. وسمعت وحده دركا قالت بصح انا ما نشبعش. النص اللي نحيناها البنات نعوضوه بحاجه مليحه. ما تحرميش الجسم نتاعك من نصف كميه الاكل ضربه واحده، على خاطر رايح يفشل خلال الايام الاولى. صافي انتي واش ديري؟ كنتي تاكلي 2 حبات ملفاي باش تشبعي، كولي حبه واحده ما تشبعيش، الحبه الثانيه عوضيها بتفاحه، بنانه، بحبه شينه، بطبسيس غير مقطعه فيه الفاكهه كما العنب، نكتارين، طبسيس غير طبسي هكايا متوسط، قطعي داخلو الفاكهه وعوضي الحبه هذيك اللي نحيتيها. واحسن حاجه اذا كان حبيتي تنجحي اكثر وكثر، عوضي بالخضر ولا بالبروتين. اسيدي كليتي حبه كرواسون، انت موالفه تاكلي 2، وحده ما تشبعكش، الثانيه عوضيها بحبه خيار، بحبه بيض مغلي، معليش ب2 حبات ماشي مشكل. المهم انه ضربتي افطار الصباح تاعك بنصف السعرات الحراريه السيئه، مالغريك عطيتيلو سعرات حراريه اخرى بصح جيده. التحدي هذا البنات يعتمد على التعويض، نص اللي ماشي مليح نحيه ونعوضه بحاجه واحده اخرى. اذا ما عوضتيش ما تنجحيش، جسمك يدوموندي. اذا نروحوا دركا للمجه الصباح. ما كاش لمجه الصباح هذه، ما تكزيستيش. افطار الصباح تاعك يكون مليح، ما كاش لمجه الصباح، تدخلي في صيام متقطع. ما بين افطار الصباح الغدا ما كاش ماكله، كاين غير الماء. الغدا نفس الفكره واش قلت لك على افطار الصباح. اذا كنتي تاكلي 2 طباسه مقارون باش تشبعي، خذي لي طبسي واحد والطبسي الثاني ديريه عباره على خضر وبروتين. ماشي شرط سلطه وماشي شرط خضره فايره، ما راناش هنا في مصطفى باشا ياك. خضره طيبيها صوتي، ديريها كراتان، ديريها كيما حبيتي، المهم تكون خضر مختلفه. اوكي. كنتي تاكلي 3 طباسه سباغيتي، كولي 1.5 و1.5 الاخر عوضيه. علاش راني نقول ساعات طبسي ساعات طبسي ونص؟ على خاطر على حساب نتيا واش كنتي تاكلي. كاينه اللي كانت ما تقنعش ب2 طباسه، لازم الثالث. اوكي البنات، هذه نطيح فيها لما تقول لي وحده انا في الطابله ما ناكلش بزاف، تلقايها تاكل قبل الطابله بزاف. اوكي صافي، انتيا دركا مادام افطار الصباح نقصتي فيه، مادام لمجه الصباح نحيتيها، هذاك الطبسي مالا ما راحش يكفيك. ولو كان تبقاي تاكلي فيه هو ولا تروحي تنقصي منه وما تعوضيش، تلحق 2 3 تلقاي روحك تحوسي في البلاكار واش تاكلي. لمجه المساء البنات، فاكهه، مكسرات، شربي قهوتك، شربي تيزانه. لمجه المساء مقبوله. لمجه المساء على خاطر جينيرالمون الجسم تاعنا ثماك اللي خلاص تعب من نهار وراه يحوس على طاقه جديده. بصح ثانيك ماهيش شرط على حساب واش تغديتي، على حساب نهارك. اذا شفتي روحك بلي شبعانه ما لازمش تاكلي، جامي تاكلي وانتي شبعانه. اذا شفتي روحك حابه تاكلي هكا شويه فاكهه ولا، هذاك هو الوقت المناسب. كميه الفاكهه البنات، شفتوا المخفيه تاع الشربه، بول تاع الشربه هذاك، تشدي الفاكهه تاعك مهما كان النوع تاعها، تقطعيها قطع صغيره وتحطيها داخل هذاك البول. ما لازمش تكون عاليه بالشاشيه، لازم تكون هكذا مسطحه، يعني سواء نوع واحد ولا عده انواع، هذيك هي الكميه. وثاني لمجه المساء متعلقه بالعشاء. اذا شفتي روحك باللي العشاء راح ديري حاجه تحبيها بزاف، ما تاخذيش لمجه المساء، اصبري العشاء باش تقدري تاكلي. واذا على بالك باللي العشاء حاجه اللي تقدري تصبري عليها وما تتعشايش، ماذا بينا اكتفي بلمجه المساء هذيك. في الليل حاجه خفيفه، حبيبات بيض وشويه سلطه وانت فريتيها. نروحوا للعشاء البنات، هو الاهم. العشاء عند الجزائريين هو اللي مسبب اكبر مشاكل الوزن. العشاء الثقيل ما لازمش يكون. معناتها هنا رانا نهضروا في عده تحديات في تحدي واحد. عندنا صيام متقطع ما بين الوجبات. عندك صباح تنوضي تشربي الماء، من بعد تصومي حتى تجوعي تفطري، من بعد تصومي حتى تجوعي تتغداي، من بعد تصومي حتى تجوعي تاكلي لمجه خفيفه، من بعد تصومي حتى تجوعي وتتعشاي، من بعد تصومي الغدوه. هذاك ما كاش ماكله في الليل، كورنيطو ما كاش في الليل، لي زيسكيمو ما كاش في الليل.
حنا صح ريجيماتنا بدون حرمان، بصح لما نحرمك من السكر الصناعي اليومي ماهوش حرمان، هذا لا يعتبر حرمان. اوكي. العشاء كما قلنا لازم يكون حاجه خفيفه، سلطات، انواع تاع الخضر طيبه بطريقه جيده، حساء. تجنبوا العجين في الليل، تجنبوا الحاجه الثقيله المقليه في الليل. حتى والعائله درتي لهم هذاك الشيء، حقك خليه من غدوه داك تاكليه في الغداء وانت اكتفي بالخضر بالسلطات، والحمد لله رب العالمين. من الاحسن ما ديباسيش المغرب، يعني ماشي ما ديباسيش المغرب مي ما تلحقيش للعشاء، باسكو مور العشاء تبداي صيام عكسي حتى من غدوه داك. شفتوا البنات باللي درنا صيام عكسي وصيام متقطع مع تحدي العشاء الثقيل وتحدي الكميات. واش عندكم اسئله خلوهم لي في التعليقات، والى اللقاء.